السلام عليكم ورحمة الله. إهداء حق شعب سوريا البطل، وخاصة حق الجيش الحر المناضل، أحفاد الصحابة رضوان الله عليهم. يا جماعة، اليوم النائب الكويتي مبارك الوعلان تبرع بمبلغ 17,000 دولار حق الجيش الحر. بس انتم الحين ما تعرفون شنو قصة 17,000 دولار هذه. في معمم كلب ابن كلب عندنا بالكويت اسمه حسين القلاف. طبعا هذا حسين القلاف عمامة سوداء بس ما يعرف من أبوه. انزين، والله مو قاعد أسبه، ترى فعلا ما يعرف من أبوه، لأنهم ينتسبون حق آل بيت وهم بعيدين عنهم يعني. المهم هذا الخنزير حسين القلاف قام سب على قناة مبارك الوعلان. مبارك الوعلان المطيري من رجل سني مسلم يعني، راح رفع عليه قضية. عندنا بالكويت القضايا إذا السب وقذف تصير 17,000 دولار، ما في أقل من هالمبلغ يعني، هذا أقل شيء يعني. فاليوم الاستئناف حكم له ب17,000 دولار. طلع مبارك الوعلان على التلفزيون، هو ماخذ الشيك من هذا المعمم اللي يدعم بشار النجس النقل، بشار البطة. فقام مبارك الوعلان أخذ هذا الشيك وقال حق القلاف هذا المعمم الكلب الثاني، قال له هذا المبلغ اللي أخذته منك كتعويض على السب والقذف أبي أتبرع فيه حق الجيش الحر، ولا أخذ منه ولا دولار واحد. فزاد قهر الإيرانيين ضعفين. أولا تلفظوا بكلمة على سني، والمحكمة هني ما عندنا بالكويت سني ولا يعني أي واحد، يعني قدام القانون قانون. حكمت له ب17,000 دولار، وخذوا من فلوس، طبعا من فلوس الكلاب الشيعة اللي يعطون خمس حق هذا السيد المعمم. هو مو خسران شيء، قاعد ياخذ من الكلاب اللي تحته. بس شنو اللي قهرهم؟ ان الفلوس هذه اللي طلعت من جيب المعممين الخايسين من تحت العمامة هذه الخايسة راحت حق الجيش الحر. عشان شنو؟ يشترون رصاص، وان شاء الله ما يخلون ولا واحد من حزب اللات ولا جيش المخزي ولا كلاب الاسد، طبعا البطة، الا يخلونهم مثل الجيف العفنة ان شاء الله. فهذا نهديه حق الشعب البطل في سوريا، ونقول ان شاء الله. وعلى فكرة ملاحظة، مبارك الوعلان نفسه ايضا قبل تقريبا شهرين كسب قضية ايضا من عند كلاب ايران، وربح فيه 20,000 دينار، يعني ما يعادل تقريبا أكثر من 60,000 أو 70,000 دولار، وتبرع فيها كاملة حق الشعب السوري. أما اللي اليوم 17,000 راحت كلها حق الجيش الحر، علشان يكر أرقاب كل الصفويين الملاعين والعلويين النصيرية الكلاب. والله ينصركم يا شعب سوريا على الظلام. طبعا إذا كان في علوي قاعد يسمعني وهو ضد هذا النظام، له كل الاحترام. أما اللي مع النظام صدقوني ما يسوى حتى جزمة أصغر سني، والله حتى الجزمة أصغر سني تسوى وتسوى طائفته كاملة. ومع السلامة، والله يوفق الجميع إن شاء الله. والله ينصركم.